بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. لنعاك أنا لنعاك دهري وللبس أسود، والله لنعاك دهري وللبس أسود، ولنروح بمناح جازي الحد، ويا جازي الحد جازي الحد، والله ولنشد عليك الراح والرد، لنشد عليك الراح والرد، أنا خلصة وهلي الله ولحد، اي والله خلصة وهني الله ولحد، راحات المنية للذي مفقود، راحات وبقيت اصفج على الطيبين، والله راحات ترى الليالي كانت ويا حسين، انا راحن وليالي الحزن ردا علي، ليالي الحزن ردا علي، ابويا شالي يا ريحة تهنت، خلونا وتمشون عنا عقبك يظل ما وحش نزل، نتأسى بهذه المصيبة بإمامنا الحسين، فقد أهل بيته أحباء ينحل المصايب ما ينبهداي، المصيبة تجي الحيل ترى يصير هذا الإنسان مؤمن، المصايب ما ينبهداي، ينحيل وجسم الفرقتك يا الولد، يا بينحيل الحبل من رقبتي يا ريت ينحل، انا ليش ابقى لحد ما تدنى المنية، جذر علي ان عادوا وان رجعوا، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا الله عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الذي أجد القلوب مفجوعة لفقد هذا الشاب في مقتبل العمر، ونسأل الله بداية الصبر والسلوان لوالده لأسرته لمحبيه، كما إننا نسأل الله سبحانه وتعالى في عصر يوم الجمعة أن يوسع عليه قبره ويؤانس عليه وحشته، ويعرف بينه إن شاء الله تعالى وبين النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. عادة بالمصائب النوائب الإنسان يتحدث عن الصبر، لأن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، كما أن لا خير في جسد لا رأس معه، كذلك لا خير في إيمان لا صبر معه. البلاء إذا ينزل مثل المطر، مثل قانون المطر ما يميز، القاعد بالقصر ينزل عليه والقاعد بالخيمة ينزل عليه، ينزل على الأرض الخصبة الصالحة للزراعة وينزل للأرض اللي غير صالحة للزراعة، هاي يفجرها عطاء
وهاي يزيدها نتانة. البلاء ينزل هكذا، إذا نزل على المؤمن لسان حال المؤمن عطاء، صبرا على قضائك يا رب. ميدان الحياة واسع، الناس مثل سباق الخيل، ياه اللي يغلب أكثر الناس صبر، يصبر يتحمل، هذا يغلب سواء كان في الدنيا والآخرة. ولذلك الظفر يوم القيامة للصابرين. الله عز وجل أول ناس يجيبهم يوم القيامة يوفيهم أجرهم، ذلك الذي بلاه الله ببلية وكان لسان حاله إنا لله وإنا إليه راجعون. إحنا اليوم البشر دم ولحم. النبي صلى الله عليه وآله دفن ابن الوحيد فبكى عنده، قال لهم إن القلب لينكسر وإن العين لتدمع. بالتالي هذا الإنسان اللي هو مجموعة من مشاعر لازم يريد له أشياء يهيئ نفسه لاستقبال المصائب والنوائب، حتى الإنسان ما يفشل بلحظة الاختبار. قالوا أول نصيحة لكل إنسان حتى يوطن نفسه على حالة الصبر أن يلقي نظرة على الحياة، على الدنيا. لأن تدري إحنا عندنا قانون، من رأى مصائب الناس هانت عليه مصيبته. فهذه شرط أول حتى إحنا نهيئ أنفسنا. هذا ابنك اللي يلعب بحضنك خلي في بالك لحظة يروح منك. هذا ابنك اللي صار كادود على البيت لحظة واحدة يروح، غيره راح، انت هم نهاية الدنيا. هذه مرة اجت الى لقمان الحكيم، دقت عليه الباب الصبح، طلع، قالت له انت مو حكيم يعني طبيب تكتب كل شيء عندك له حل وحكمة؟ قال لها اي تفضلي. قالت تشوفني انا كل تراب وغبار، انا راجعه من المقبره هسه دفنت ابني الوحيد. قالها اي شو تريدي؟ قالت له اريد وصفه ترجع ابني، انا مو فاهمه انه يموت ويروح وكذا. قالها اي. يقولون لقمان كان ساكن في فلسطين، اهل فلسطين اهل الشجره الزيتون. قالها روحي جيبي لي غصن زيتون من بيت خال من الهم والأحزان. قالت له سهلة، أنا وياك اليوم إذا نمر بشارع نشوف قصر بانية من الرخام المرمر الحجر آخر موديل سيارة بابا، إحنا نعتقد بيه سعادة. راحت قامت تنقي، وين ماكو بيت فخم دق الباب، يابا اريد غصن زيتون شرط، ما عندكم هم وحزن ومصيبه؟ قل عمي لا احنا عندنا واحد عندنا اثنين عندنا ثلاثه. راحت اول بيت ثاني بيت، بعدين قامت تجي عشوائيه قامت تختار اي بيت، اخر بيت من عنده ورجعت اللقمان دقت الباب طلعت لها بنيه، شافتها لابسه حلو الثياب مجوهرات وذهب بايديها، عطرها ما شاء الله، بيت كبير لوحدها. قالت لها تسمحي لي اطب؟ قالت لي تفضلي. دخلت الى صحن الدار، شافت 4 بنات قاعدات على كراسي صغيرات. قالت ما شاء الله، هم بيت كبير، هم بنية متزوجة وحدها، ما عندها عيال ما عندها أحد، وهذه بنات حسنات. الآن أنا الله راح يجبر بخاطري، لقيت ضالتي. قالت لها يمه أنا عندي ولد واحد دفنت اليوم، رحت اللقمان حتى يرجع إلي من القبر، قال جيبي لي غصن زيتون من بيت خالي من الهم والأحزان. لقيت فقط هذا بيتكم تنطبق عليه المواصفات. هاي البنية وقفت وبكت. عجيب، لا يكون عندك سالفة أقوى من سالفتي. قالت لها إيه شنو؟ قالت لها أنا صحيح وحدي ومستانسة وزوجي يحبني وأنا أحبه، وهذا المال وهذا الخير
لكن الله عز وجل رزقني ب4 بنات، 2 مشلولات و2 ضريرات. مستعدة إذا واحد ياخذ كل ما عندي مقابل العافية، ذن البنات ما إلهن علاج. طقت ايدها بالقاع ورجعت دقت الباب على لقمان، طلع قالها ها، هو حكيم يدري بيها، ها. قالت له انت غلبتنا نسيتني ابني. شلون؟ قالت يا لقمان اخبر الناس من رأى مصائب الناس هانت عليه. حلقت الجنازة إلى أهلها يشيلونها، أحبابها يشيلونها. مو هذا الشاعر عبود غفلة يقول الميت أولاد عمه يعتنونه، يشيلون الجفن، يجيبون الجفن ويغسلونه، أو نعشه بطراف وديهم يشيلونه. لكن زينب تقول وانا ابن امي ما حد وقف دولي، يعالج بالشمس مقطوف الالوان. صاحب المصيبه الراتبه الحسين. انت اذا تعرضت الى بلاء، ترى احنا هسه اللي قاعدين كل واحد عنده بليه، بس مره واحد عنده مصيبه الناس تسولف بيها، مره واحد لا مصيبته بقلبه. بلاء عجيب، هي الدنيا هكذا. الشاعر يقول طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأكدار. إنسان لازم واقعا. ثم هذا الموت، واحد يخاطب أحبائي يوقف على قبورهم يقول أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت ما اعتبوا. الموت ما ينعتب عليه. ماكو ابو يوم ياخذ، ابو نص يوم ياخذ، بعد بطن امه ياخذه، كبير ياخذه. يمر صعصع بن صوحان على يتامى يبكون على قبر علي بن ابي طالب، قال هم ولو ان الدموع ترد ميتا لارجعت الدموع لنا عليا. ثم يمر على رجل يمدب ابنه وحيد على قبره، يقول له ليش تبكي؟ يقول له شلون ما ابكي ابني؟ قال له ويحك، هذا النبي ولم يبقى لامته لو خلد الله قبله خلقا خلدا. هذا رسول الله مات وحزنت الزهراء وبنونها بيت احزان. الشاهد ان اذا الانسان يريد يوطن نفسه على حالة البلاء لازم يلقي النظرة على الحياة، على الدنيا. يروح الى المقبرة، الشيخ ميت، السيد ميت، تاجر ميت، الفقير ميت، الكبير ميت، الصغير، كلها ترتحل. اصلا هاي مو بيوتنا، احنا بيوتنا في الاخرة، احنا سكننا في الاخر. ولذا احنا مصائبنا، انا عادة من اروح فقد عزيز دائما اقول لهم اعذروني ما اروح. ليش؟ لان الناس فاقدين عزيز، مشاعرهم مرهفة، خواطرهم مكسورة، ما يصير احنا هم نجي نأذيهم بالزايد. فاتحرج كثير، اتحرج. هم بالمقابل احنا ما نريد نقدم مصائبنا على مصائب اهل البيت والله يسلم توفيقنا، لا، احنا الحسين، احنا فدوة للحسين، فدوة لاهل البيت. بالتالي نريد نقرأ، نريد نبكي على اهل البيت. فاقول يابا بالحزن بالكذا، كل ما يعني تعبيرنا نجرح اهل المصيبة، هم حزنانين، هم اللي بيهم مكفيهم. اسأل الله ان يصبرهم، يعطيهم الصبر ان شاء الله. يوم القيامة يجي ملك من الملائكة يصيح وين أهل الصبر؟ يقول تقوم الناس، يقول أول ما يدخل الجنة من فقد الولد من أهل الصبر. ليش؟ لأن الابن، الإمام أمير المؤمنين يقول له بني حسن وجدتك بعضي بل وجدتك كلي. اجى واحد من العلماء قال يعني هسه شنو بعضي وشنو كلي؟ قالوا الولد من هو صغير الى عمره 15 سنة هو نص رجال، نص من ابوه يدربه بهذا العمر، ما يعطي كل المسؤوليات وكذا.
بس من يبلغ يكبر لا يصير رجال كامل بعد يتحمل المسؤولية. فالإمام يقول له بني وجدتك بعضي، ما دامك صغير انت بعدك نص رجال، وجدتك بعضي. بعدين يقول له وجدتك كلي، حتى لو ان الموت الذي اصابك اصابني. يجي بكربلاء في واقع الصفين، الإمام يجي إلى كربلاء أمير المؤمنين وياه جملة من أصحابه، يقول الحسين خلاه نام بالخيمة، جمع أصحابه قال لهم هنا يقتل ولد الحسين، وبدأ يشرح لهم على كربلاء. يقولون أبي النصار جزاه الله خير يقول هذا شاعر مقدر عند أهل البيت. ابن النصار يقول الإمام مد إيده وقال لهم صحوا الحسين خليه يجي ينام على إيدي، لأن راح يجي يوم ينام هنا ينام على رمضاء. فامتد. فيقولون ابن النصار ما تصور ان هاي، قال ابن النصار الولد يتعب رباهم نكبرهم يجي الموت وخداهم وعيوننا تبقى وراهم. فبكى امير المؤمنين الامام الحسين يقول له ابتاه لما تبكي؟ وشوف الشيء غريب تخليني انام على يدي. قال بني حسين هنا يفصل بين رأسك وجسدك، وهنا تسبع عيالك، وهنا يقتل ولدك على الأكبر شبيه رسول الله. ألا إن الله ينزل على هذه الأمة اللعنة إلى يوم القيامة. ليش؟ شاهدنا هنا لأن الأمة كسرت قلب الحسين بولده بابنه، وهو وقف قال إلهي اشهد على هؤلاء القوم إنهم قطعوا رحمي. هو الإنسان الرجل شلون يظل خالد بالدنيا؟ ولده. ولذلك يقولون اللي يخلف ما يموت. يقولون ليلة من ليالي الجمعة ابن نصار كل ليلة الجمعة يقرأ شعر عند رأس الإمام الحسين. بعد احنا ان شاء الله نختم المجلس ما نطول عليكم، واحنا نتفق بكاءنا ان شاء الله لمصائب أهل البيت، ونسأل الله أن هذا المجلس اليوم يروح بركة ونور للشاب الفقيد الذي اجتمعنا لأجله إن شاء الله. ابن نصار وقف قرأ شعر، اجت الزوار تفاعلت. يقولون راحت الناس كل من راح لأهله. السيد أبو الحسن الأصفهاني في زمانه، خدمتكم اكو قارئ وراي يقرا؟ ايش بيتين واحد؟ اي خلاص خليه يتحول. ستان كمل نعيته. اي بخدمتك، بس احنا شو نريد المجلس الحسين سلام الله البيت. اي لان هذا المجلس ان شاء الله مبارك، وهاي القعده مباركه، نريد اجرها يكون عظيم ان شاء الله ان شاء الله. ابن نصار قرأ شعره وراح. الصبح اجى الخادم للسيد ابو الحسن الاصفهاني زعيم الحوزه بزمانه، قال له يا ابن نصار، قال له سيدي يقول هسه اريده هسه يجي. يا ستار ايش عنده؟ راح يقول لبس عقاله جفيته وراح. ها سيدنا، قال له ابن نصار انت شو مسوي البارحه؟ قال له السيد دخيلك ما مسوي شيء، انا كالعاده اروح ليله الجمعه عند الحسين ازور ارجع، البارحه قريت شعر وصار بكاء وكذا ورجعت ما مسوي شيء. قال له الحسين شفته بعالم الرؤيا يبكي. قلت له ايش فيك؟ قال بكاني ابن نصار. ايش قايل؟ قال له ها، قال له انا وقفت عند راس الحسين قلت يا زوار الحسين عنده ولد مات ما لحق غمض عيونه، وقال بويا من سمع يمك ونينك ومن غمض لعند الموت عادك، انا لل20 ما وصل لسنينك سنينك وشاركني عليك بدهر الأمشى. يقول له اريد امسح جروحك وشم خدك انا واشوف صواب اللي مضهدك. انا ربيت الولد وش قد تعبت عليه، قلت يكبر ولياد وكنت اظن يملي لثريتي وبيتي يملي هنا يهني
فزيت من نومي وجيتك على فراشك يا ابويا ما لقيتك، اشوفك بصفنة الغروب، اشوفك بصفنة الغروب، لو جلجل ظلام الليل عالبيت عالبيت انا وزن الزاك لو يدقدق الباب انا حسبال انت رديت يا ابوي، وظل احكي ويا روحي وجن حاجيك يما يا الولد يا ابني، اشوف اسمك على الحيطان مكتوب عقبك يا الولد، هاليوم ذليت عمود الوسط يا شايل البيت، بوي نيشان عرسك حضريته وكاروك لوليدك شريته يا ابوي، أنا وقت الليل يا الولد يبني، وقت الليل مد فراشك حذاي ومد ايد على الوسادة يا جنك ماي يا ابويا وتبديت يا ابويا وتبديت، ولك بويا انكسر قلب عنا فرقك، ويلي لو قابل امه لو قابل امه يا محلى الولد لو قابل امه، او محلاها لو شمه وتشم الولد يا ابني، بويا لا تمرون علي يا ربع لا تمرون، ويلي علي يا ربع لا تمرون، ترى تكسرون قلبي من تنشدون، اي والله تنشدون يا ابويا ينزف، ترى جرحي ما سكت لليوم ينزف، وبعد القلب دمع ليك ينزف، حالات الولد بين الاهل ينزف، ولد راح من ايدي بس انا الولد راح من ايدي، ورابي روح ومهجتي واللي ارابي انا دوما شابح لدربك يما، ورابي اشتغل نسهر على غيرك وربي، واقول انصار مثلك ولا يما يرد اليموتون يكون البشر يرد اليموتون، والله لحد ما تعمل عيون بويا انا لابكي لحد ما تعمل عيون، نبكي لحد ما تعمل عيون، حورا زينب عندما رجعت إلى المدينة دخلت دار الحسين، لا الحسين ولا العباس، تقول وياي مسجانة واحباب القلب، وياي ويا مسجانة واحباب القلب، وياي جفون نار بحشان، وياي فقد الاخوان خلى ينوموا، فقد الاخوان خلى ينوح، وياي المصايب لفت والتمن علي،
للخوة وينظل النوح للخوان والهم ويحذر القاع ما ينسمع وانهم امس كانوا يا اليوم وانهم بيميز كانوا يا اليوم وانهم مشوا وديارهم ظلت خليل ويا شملهم اعزاز ودهر عن عيني شملهم طشوا بعد ما يرجع طشوا بعد ما يلتم شملهم اهل شلون منهم شملهم يا معزتهم بقلب يما شلونك يا بعد امك شلونك يما بعدك حلو لو خرب لونك ويرد لعافيتي يرد كون الولد يرد لي عافيتي يرد كون الولد يرد لي عافيتي حلو واس وكان الهوى الريدي يرد كون الولد يرد لي عافيتي خنقوا اليد من راح درسات وجراح يا خنقة وليد من راح درسناهات وجراح كلمة يما طلعت ما تطب ويدي يرد كون الولد يرد لي عافيتي ابنو من تركني الباق حيلي